السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وانتم هي كتشوفوا هذا الفيديو. هذا الفيديو تكمله للفيديو اللي قبل اللي حطيته لكم. هو فيديو قديم من رمضان، وكما قلت لكم مع الخدمه وكذا ما قديتش نحط لكم. اليوم غادي نشارك معكم فركاسي. هي تقريبا واحد الاكله انا ما عرفتش واش هي ليبيه ولا تونسيه، حيت هاد الدولتين بجوج كيديروهم، وغادي نشاركها معكم ان شاء الله تعجبكم. هنا هي في طبيصيل غادي نحط 2 المعالق ديال خميره ديال الخبز، و3 ديال المعالق ديال حليب باودر او حليب نيدو. المهم اذا ما كانش عندكم تحطوا الحليب العادي اللي كنشربوه ديما، تحطوه وتزيدوا عليهم تقريبا يا كاس ونص يا 2 الكيسان ديال الماء. المهم انا حطيت هنايا 2 الكيسان على القياس داكشي اللي غادي ندير، وغادي نحركهم وغادي نحط بيضه. وهنا غادي نحط 2 ديال الزليفات ديال الدقيق. المهم انا حطيت 2 ديال الزليفات لان الزلافه اللي عندي صغيره. المهم من بعد غادي نبدا نزيد بشويه هكا الدقيق، حيت كما قلت لكم الزلافه اللي عندي صغيره. نتوما اذا كانت عندكم زلافه كبيره غادي تحطوا 2 ديال الزلايف. ونعجنها مزيان، نجمع ديك العجينه اللي عندي وغادي ندلكها مزيان حتى تجمع ليا. كما كتشوفوا الدقيق كما قلت لكم حطيت 2 ونبقى نزيد بشويه حتى تجمع ليا هذيك العجينه مزيان، وتولي ما هي قاصحه وما هي يعني في نفس الوقت جاريه. غادي تجمعوها بشويه ديال الزيت، تحطوا الزيت وتجمعوها وتبقاو تدلكوا هكا بشويه حتى يعني ترتاح لكم. تخليوها تخمر واحد تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه، غادي تلقاوها تنفخات لكم مزيان. وغادي تشدوا تحطوا هكا الدقيق كما كتشوفوا، وغادي نحلوها، غادي نفردوها او نحلوها كما كتبغيو تقولوا. وباي مول عندكم هكا مدور غادي تبقاو تقطعوا العجينه. كما كتشوفوا انا عندي هذا المول هو اللي كنقطع به ديما، حتى البيتزا كنديرها به كتجي به زوينه وكتجي هكا العجينه مقاده مع بعضياتها. المهم حاجه واحده اللي غادي نقولها لكم، العجينه ما ترققوهاش بزاف، خليوها واحد شويه غليظه. هنايا العجينه ما غاديش نحطوها في لاطا، خذوا اي طرف ديال الثوب عندكم نقي وغادي تحطوا العجينه هكا هاد الدويرات اللي درناهم تحطوهم فوق منهم، وتخليوها تقريبا واحد 10 دقائق حتى تشوفوا بها هكا تنفخات واحد شويه. وهكا كنبقى غاديه على العجينه كامله حتى نساليها. كما قلت لكم تحطوها على طرف ديال الثوب وتخليوها 10 دقائق حتى تخمر. عاد تهزوا المقله ديالكم او اللي بغيتوها. انا عندي هنايا مقله ديال البيتزا هي اللي كنقلي بها،
المهم سريعه وكتحمرهم زويونين. كتقليوها في الزيت. المهم اذا بغيتوا ديروها في الفران ديروها، ولكن راه ما كتجيش نفس الطعم نهائيا. فاش تتقلى في الزيت كتجي البنه ديالها جميله اكثر من الفران، حيت انايا فايت ليا جربتها في الفران وما عجبتنيش. يعني البنه ديالها السر ديالها هو الزيت، يعني تقلى في الزيت. وهكا فاش تحمر لكم من الجوين بيض غادي تهزوهم وغادي تحطوهم. هما اوريدي نتوما غادي تهزوهم غادي تلقاوهم تنفخوا، يعني غير غادي تحلوها غادي تلقاوها من الداخل خفيفه يعني محلوله. شفتوا كي كتجي زوينه. وهكا هذه تقدروا تعمروها باي حاجه بغيتوا، تقدروا ديروا مفروم تعمروها بالمفروم، تقدروا ديروا هكا مثلا سلطه كما درت انا، درت مطيشه وفليفله والبيض والطون. تقدروا ديروها نتوما بصديرات ديال الدجاج كتجي تتحمق، ولكن هو الفركاسي تيجي بالبيض ومطيشه والهريسه، يعني هكا معروف كيديروه. وكل واحد كيفاش كيبغي ياكل وكل واحد كيفاش كيتبنى الماكله. كنتمنى يا ربي تجربوها، لان فعلا واحد التجربه تستحق. وهكا كيجي الفركاسي ديالنا، اللي انا ما عرفتو واش ليبي ولا تونسي. المهم لاي البلاد كينتسب كيبقى زوين. وانا عن نفسي كيعجبني في كل رمضان كنديرو، حتى في الايامات العاديه، ولكن هو في الكثره يعني كيكون في رمضان. وهكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا على المشاهده، وكنتمنى الناس اللي تفرجوا الفيديو يخليوا لي شي تعليق زوين وشي لايك. نشوفكم امتى وفين وفوقاش في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.